السلام زميل، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. وكنرحب بجميع الاصدقاء اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، وكنقول لهم ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وهذا كيشجعني باش ندير دائما فيديوهات جداد. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا تزوروا احد القرى المغربيه المعروفه بالجود والكرم ديال الناس ديالها. هذه القريه فهي قريه امازيغيه كتواجد جنوب غرب المملكه المغربيه، كتسمى بالجرف. هي تابعه لاقليم تارودانت. اليوم غادي ندير معكم جوله على الاقدام في الجنانات ديالها، وهي كتعد من القرى الواقعه في السهول الفسيحه التي تحيط بالمدينة. كتبعد على مدينة تارودانت تقريبا ب40 كيلومتر. كتميز هذه القرية بالأراضي الفلاحية الخصبة اللي كيجعل هذه المنطقة ذات طابع زراعي متميز. هاد الجبال اللي أمامنا الآن فهي جبال الأطلس الصغير. جات منطقة الجرف ما بين جبال الأطلس الصغير وجبال الأطلس الكبير. ومن قدام هاد الجبال اللي فين كيبان دابا فهو كيمر الواد تيفنوت. هذا هو المسجد اللي كيصليو فيه أهل المنطقة. أما هذه فهي المدرسة اللي كيقراو فيها هاد الدراري الصغار. بالنسبة للابتدائي فهو قريب ليهم. بالنسبة للي كيقراو في الإعدادي وفي الثانوي فهو بعيد، ضروري كيخصهم ترونسبور. أما هاد المدرسة فهي جاتهم قريبة بالنسبة للدراري الصغار. بالنسبة لهاد المنازل فكلهم تعاودوا تبناو من بعد الزلزال. كانوا الناس ديال هاد المنطقة من الناس اللي تأذاو بالزلزال، الناس اللي كانوا عندهم ديور قدام فكلهم رابوا، لهذا عاودوا بناو من جديد، وذلك بدعم من الدولة. وانت كتمشى في هاد الجنانات فانت غادي وكتسمع صوت العصافير، ما كتحسش بالملل. غير هي هنا كاينه الحراره بزاف، درجه الحراره كتكون مرتفعه، فملي تكون كتمشى ضروري خاصك ترد البال للطريق، لانها يقدر يخرج لك اما العقارب اما الثعابين. كيف ما سبق شفنا جبل الاطلس فقلت لكم كيمر من قدامه واد تفنوت اولا واد سوس. هاد الواد فالمنبع ديالو من جبال الاطلس الكبير بالقرب من توبقال. اما المصب ديالو فهو بالقرب من مدينه اكادير. كيمر هاد الواد من جوج سدود، سد المختار السوسي وسد أولوز. هاد القرية فهي كتميز بمناخ شبه جاف، كيكون حار في فصل الصيف ومعتدل في فصل الشتاء، بحال جميع مناطق ديال سوس. وكتميز هاد المنطقة بزراعة أشجار الزيتون والحوامض، كيف ما كتكون فيها محاصيل موسمية بحال القمح والشعير والبشنة، البشنة اللي هي الذرة، وكذلك الخضروات. وهذا بفضل الموقع ديالها اللي قريب من مجرى واد سوس. هذه اللي قدامنا دابا فهي الفصة، هما كيزرعوها وكيعطيوها الابقار. وهاد الاراضي راها كتستافد من مياه الري اللي كيدوز عبر القنوات التقليديه اللي كتعرف محليا باسم الخطارات. وهاد التقنيه راها قديمه بزاف. كيعيش سكان الجرف حياه يغلب عليها الطابع القروي الاصيل، حيث معظم السكان اللي ساكنين فيها فهما كيعتمدوا على الفلاحة وتربية الماشية كمصدر رئيسي للرزق. وكيتميز أهل القرية بالروح التعاون والتكافل، ومني كتكون شي مناسبة دينية أو لا مناسبة اجتماعية فهما بطبيعة الحال كيجتمعوا
وكيفرحوا لبعضياتهم. وهنا اللغة الأمازيغية هي اللي كتغلب حتى الحياة، والعربية كتلقاوها قليلة. هذه هي طريقة السقي اللي كيسقيو بها، كيف ما كتشوفوا معايا الماء دايز عن طريق قنوات. هذه القرية فهي كتحافظ على العادات والتقاليد الأصلية ديالها، مثل الاحتفال بالموسم أو الوعدة اللي كتجمع الأهالي في أجواء دينية وتراثية. كيف ما كتميز هذه المنطقة بأحواش اللي كيتعد من الرموز الثقافية لسوس. هاد الجبال اللي قدامنا دابا فهما جبال الأطلس الكبير، وهادو جبال الأطلس الصغير. حنا دابا كنتواجدو في جنان من جنانات الليمون، أولا ما يسمى بالبرتقال. شجرة الليمون فهي من الأشجار المثمرة دائمة الخضرة، كتنتمي لفصيلة الحمضيات. الموطن الأصلي ديالها فهو مناطق آسيا وجنوب شرق الهند، ولكن دابا راه هي انتشرت في جميع مختلف أنحاء العالم، وهذا بسبب فائدتها الكبيرة. أما الثمار ديالها فهي غنية بالفيتامين سي اللي كيقوي المناعة وكيحمي من الأمراض. كتستخدم الأوراق ديالها والثمار ديالها في الطبخ والعلاج، وكذلك في العطور وفي التنظيف. أما بالنسبة للبيئة فهي كتساهم بدور كبير في تنقية الهواء وجمال المناظر الطبيعية. ودابا غادي نتمشاو وسط جنان شجر الزيتون. شجر الزيتون فهو من أقدم الأشجار المعروفة في العالم، والتذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. من مميزات شجرة الزيتون أنها كتعيش مئات السنين، فهي معمرة وكتحمل الجفاف والحرارة، وكتزرع بزاف في مناطق الحوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة في المغرب. وهي المصدر الرئيسي ديال زيت الزيتون اللي كيتعد من أهم الزيوت في العالم. ومن جهة الصحة فزيت الزيتون مفيد للقلب وكيقلل من الكوليسترول وكيقي من بعض الأمراض. أما شجرة الزيتون دينيا فهي ترمز إلى السلام والبركة
وكتعد من الأشجار المباركة في التراث العربي والإسلامي. هذاك جليه كيبقى كل من شجر الزيتون وشجر الليمون رمز من العطاء والجمال، ودليل على عظمة الخالق في تنوع خلقه. والأشجار بصفة عامة فهي راه ما كتمنحش الإنسان غير الغذاء فقط، ولكن كتمنحو الأمل والارتباط بالأرض الطبيعة. هذا اللي كيخلي الإنسان أنه كيعتني بهم، وهذا كيبقى واجب على كل من يسعى للحفاظ على البيئة واستدامة الحياة. أما الماء فكيبقى هو مصدر السعادة ومصدر الحياة لينا والنباتات والحيوانات وجميع الكائنات المتواجدة على وجه الأرض. قرية الجرف كتبقى نموذج للقرية المغربية اللي كتجمع ما بين الأصالة والارتباط بالأرض، واللي كتسعى بدورها لتحسين ظروف العيش. وبما أنها قريبة لمدينة ترودانت فهي كتستافد من الحركة ديالها الاقتصادية والثقافية، وهذا اللي كيخليها جزء مهم من النسيج القروي الإقليمي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا كنتي مازال معايا حتى لدابا وعجبك الفيديو فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وارسال الفيديو للناس اللي تبغيهم يتعرفوا على هذه المنطقه.